السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نسيبكم كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم معسلة اللي هي خبز تونس بطريقة سهلة بسيطة اقتصادية، وتقدر كل وحدة في البيت تاعها ديرها. وعلى بالي دوكا كي تشوفيني كيفاه درتها وتتبعين المراحل أكيد تعجبك وديريها. إلا راكي حابة تعرفي كيفاه أنا درتها تبعيني تكتشفي الوصفة. اول حاجه نديرها نجيب كسرونه باش نخدم الشربات اللي نشرب بها خبز تونس اللي هو القطر اللي يرفد 240 مليلتر. هذا لتر. شوفي كي تحكميه بيدك يتحكم هكا ولا وزنيه. نجي نحطو، نزيد عليه 2 كيسان تاع الماء. نخلطو شويه باش يذوب هذاك السكر. نزيد له اون ترونش تاع القارص، ويا البنات نحيولها العظام. لو كان تخليوها بالعظام الشربات تاعك تجيك مره. ونديه فوق النار نحطو غير يرفد الغليه، نحسب له 10 دقائق بعد ما يرفد الغليه ونطفيله. في الاول نجيب البيض تاعي اللي هما 5 حبات تاع البيض، كيلت بنفس الكيل اللي كيلت بيه الشربات. نجيب كاس موان 3 دوا ماشي 2 دوا، نقصت السكر تاع السكر. نحط شويه ملح باش يعدل لي الذوق. نجيب الضرب اليدوي ونضربها بالضرب اليدوي. اما اللي تحب تضرب بالضرب الكهربائي تضرب. وشنو تضربوها مليح مليح حتى يبيض الخليط. خبز التونسي الا حبيتيها تجيك خفيفه ضربي البيض والسكر مليح مليح. دركا بعد ما بياض الخليط تاعنا شوفوا كيفاه ولا. واش ندير لها في هذه المرحله؟ نجيب الزيت ونكيل كاس الا ربع تاع الزيت. ونبدا ندخل في هذيك الزيت بشويه. دركا نجيب المكسرات تاعي. انا راني رايحه نديرها بالكاوكاو بالفول السوداني، وكل وحده دير واش تحب. كاين اللي تحب ديرها بالكاوكاو عفوا كاين اللي تحب ديرها باللوز، كاين اللي تحب ديرها بالجوز. ونخلطها درك. مع بعد ما خلطت الكاوكاو نجيب كاس ونص تاع لا شابلور. نجيب لافاني، كيس تاع لافاني. نجيب 2 باكيات تاع خميره الحلويات نصيرها باش ما يجيونيش هذوك الحبيبات. ونخلط الخليط تاعي. شوفوا القوام تاعها كيفاه يجي. نجيب المول تاعي اللي راني رايحه نحط فيه، وانتي ديري وين تحبي تديريها في السنيوه، تحبي ديريها في المول. هذا كما يقولوا له مول ماجيك. دهنته كامل بالزبده، من الاحسن تدهني بالزبده. ونجي نرمدو كامل بالفارينه. شوفي نجوز كامل الفارينه في هذيك الزبده باش ما تلصقليش خبز تونس. نعاود نرد هذيك الفارينه منين خليتها. هاوليك كيفاه يترمد لك. نجيب الخليط تاعي
ونكبو فيه. بسم الله. ونهز المول تاعي باش يجي كامل متساوي، ولا كان فيه الهواء يخرج. ندخلو يطيب على فرن تكوني سخنتيه من قبل على درجة الحرارة 180 درجة الحرارة. كي تشوفيها بدات تطيب، تحمرت لك في الجناب، تشكي كوردون ولا موس، الا خرج لك ناشف عارفي بلي راهي طابت. كان يخرج لك مشمخ عارفي لي مازال ما طابتش. كي تشوفيها طابت هبطيها لتحت، شعلي لها الكوشه من الفوق وعسيها باش تتحمر لك وتخرج لك اون بيل دوغور. هيا هنا بعد ما طابت خبز تونس تاعنا، وشوفوا كي تشكيت لها الموس خرج ناشف، معناتها انها طابت. واش ندير في هذه المرحله؟ نجي ندير ربع كاس تاع المزهر، نحطوه فوق هذيك الشربات اللي كنا طيبناها وبردت، نخلطوه ونبدا نشرب فيها وهي سخونه والشربات بارده. ندير لها كامل هذه الكميه اللي طيبتها لها تشربها، نخليها تبرد باش نديمو ليها. ما تديمو ليهاش في هذه المرحله حتى تشرب كامل هذيك الشربات اللي كنتي درتيها لها. هيا هنا بعد ما بردت نجي نديمو ليها، نجك الموس في الجناب ونبدا ندور باش ما تلصقليش كي نجي نحيها. قول بسم الله. نجيب تبسي ونقلبها. هاي انقلبت لنا بكل سهوله. نجيب لها جيلي ناباج، درت له شويه مزهر وسخنته، ونجي ندهنها كامل باش تعطينا هذيك اللمعه. دركا كي كملت درت لها الناباج، نجيب الكاوكاو تاعي اللي كنت رحيته في الخشين بالقشور تاعو ونجي نزينها. نعطيك فكره وكل وحده في البيت تاعها دير واش تحب. هيا هنا كي كملت شبحت خبز تونس تاعي، زدت درت لها ورد الشوش. وشوفوا واش درت وحده صغيره، كنت تشوفوا تقدروا ديروهم. شوفوا انا وين درتها في هذه الغامكه. هاي ليك نعطيك فكره، الا حبيتي ديري هكا ولا حبيتي ديري الخبزه هكا تقدري ديري الخبزه هكا. وشوفي نقسمها لك، جات ما شاء الله، جات مشمخه للقلب. وش نقول لك، روعه. وشوفي جات عاليه كي تشوفي، وشوفي خفيفه. على بالي لو كانت تجربي هذه الوصفه راهي رايحه تعجبك وتعودي ديريها، وبالكاوكاو تجيك بنينه. جبت لك وصفه بنينه اقتصاديه تقدر ديرها كل وحده في البيت نتاعها، وتقدر ديرها كل مبتدئه. الا كانت عجبتك الوصفه تقسميها مع ناسك وحبابك، وحلي بها في السهره. ربي يحلي ياماتك وياماتنا، ونقول لكم صيام مبارك، والى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.